عشان هو ما كانش عارف مين اللي في الاستوديو مع زميلنا احمد المصري، ويا ريت الزملاء يقولوا لاحمد، ويعني بنقل لك تحيته اكيد ليك انت والكابتن عصام. ده طبعا الهدف الاولاني، بس يا ريت مخرجنا يرجعها بقى عشان يبقى الكلام ماشي كده مع بعض، ونرجعها من الاول لان فيها تحرك كويس جدا. طبعا حسام عامل جبهه احنا قلنا قبل الماتش ان عصام بيعتمد على الجبهات. ده محمد ابراهيم اللي هو انا بعتبره نجم الشوط الاول، نشاط ملحوظ جدا في الجبهه اليسرى، وهنا اوفرلاب حلو جدا وتحرك بدون كره من فؤاد سلامه وكره عرضيه، وسامح العيدروس طبعا بخبرته وقف الكره كويس ولف. وفي خطا طبعا من محمود شاكر عبد الفتاح. يعني محمود شاكر عبد الفتاح هو كان مغطي كويس، ولكن وقفته كانت غلط. يعني سايب سامح العيدروس سابقه بيرضى، استلم الكوره وطبعا وما كانش موفق في الاول، بالذات في الهدف الثاني اللي احنا شايفينه. طبعا فؤاد سلامه شاط الكوره عرضيه قويه جدا، عبد العزيز توفيق عايز يطلعها، خبطت في قصبه رجله ودخلت الجون عشان يبقى الهدف الثاني للمقصه. يعني زي ما انا قلت كده، مش عارف كابتن عصام، قلت سموحه يعني يسيطر بشكل كبير، المقصه تسجل والتوفيق يساند التوأم. ربع ساعه الاولانيه هو التركيز، تعدي ربع ساعه الاولى هي جس النبض، وبعد كده نبتدي نشتغل. لكن واضح في ربع ساعه الاولى ان البدايه المباغته القويه، الضغط الهجومي اللي حصل من فريق المقصه هي اللي فاجئت فريق سموحه. عشان كده شفنا خط الدفاع فعلا في حاله توهان، لسه ما ابتدوش يركزوا في المباراه. التمركز بتاع محمود شاكر في الهدف بتاع سامح العيدروس، عبد العزيز توفيق الجبهه النشطه بتاع فريق مصر المقصه، ما فيش مسانده مع عبد العزيز توفيق في الجانب الدفاعي بشكل كبير جدا. الاوفرلاب اللي اتلعب، وقلنا من البدايه خالص ان حسام حسن بيعتمد على الاطراف وعلى الجبهات. ضربه جزاء يعني مش عارف. بص هنا يا كابتن خالد، هنا التقدير هنا هو في الحاجات اللي زي دي كره مشتركه. دي كره مشتركه، يعني انا بحاول ان انا ما بديش مساحه للاعب اللي هو الياسو. هنا امير عزمي رقم 5، هنا التداخل بتاع امير عزمي دوت على كوره، مش داخل على اللاعب نفسه، لكن على الكوره حاجه مشتركه بينه وبين الياسو، لكن ما حصلش اي دفع للياسو. البورصه المصريه الى 7 نقاط، ويتخطوا سموحه بفارق نقطه، وهدف يمكن من ده معادل على الارض تاني لفؤاد سلامه. فؤاد سلامه العدروسي دايما قليلين العدد الهجومي لكن خطير، انفراد حسين حمدي والهدف الثالث وياخد انذار حسين حمدي عشان قلع التيشيرت. لكن ثلاثة المقصه، واحد ادهو قلع التيشيرت، القانون صريح واداله على طول انذار، لكن يستحق الفرحه. 3 المقصه 1 سموحه. مباراه كتيره، 4 اهداف. قلت لكم في كلام كتير ولسه في اهداف كتير بعد ال4 اهداف. سموحه لن تلتزم الصمت، وشوقي غريب دماغه شغال بيأدي الكره اللي فاتت على طول. بقول لكم قليلين في العدد الهجومي فريق المقصه، لكن لما بيروحوا بيسجلوا. شوف اهو 1 وسط 3 اتحطت له البينيه، راح بخبره السنين، خد المدافع في ظهره، حطها سددها قويه على يمين رمزي صالح، وهدف ولا اروع من كده. شوقي غريب كان بيعترض وعايزها فاول الكره اللي فاتت، لكن امامنا اهو العدروسي سجل هدف وصنع هدف، وده اهو دخل على طول مع محمود شاكر، خده في ظهره طبعا احتكاكات الكره، وسجل هدف جميل حسين حمدي. هدف رائع في الدقيقة 18 من الشوط الثاني. 3 المقصة مقابل هدف لسموحة، 4 أهداف حتى الآن، ولكن لسه في كلام كتير ولسه في أهداف كتير.